لو رجعنا بالزمن حوالي 60 أو 70 سنة لورا وسألنا طفل عنده 10 سنين العالم هيبقى عامل إزاي لما تكبر، غالباً الإجابة كانت هتبقى مليانة حاجات مبهرة: عربيات طايرة، روبوتات بتعمل الشغل الصعب، رحلات للفضاء، بيوت ذكية، وأمراض اختفت. المستقبل في خيال ناس كتير وقتها كان مكان أحسن مستنينا، والغريب إننا فعلاً حققنا حاجات كانت بالنسبة لهم أقرب للسحر. النهاردة في جهاز صغير في جيبك تقدر من خلاله تكلم شخص في الناحية التانية من الأرض، تدخل على جزء ضخم من المعرفة البشرية، تصور وتترجم وتحول فلوس وتحدد مكانك بالأقمار الصناعية، وتتكلم مع ذكاء اصطناعي يكتب ويرسم ويبرمج ويحلل معاك. من الناحية التكنولوجية إحنا فعلاً عايشين جزء من المستقبل اللي الأجيال القديمة كانت بتحلم بيه. ومع ذلك لو سألت شاب النهاردة العالم هيبقى عامل إزاي سنة 2050، غالباً مش هيفكر في مدينة جميلة على المريخ. ممكن يفكر في تغير مناخي، حروب، أزمة سكن، وظائف بياخدها الذكاء الاصطناعي، مراقبة رقمية، أو ببساطة عالم أغلى وأصعب. إمتى المستقبل بطل يبقى مكان متحمسين نوصله؟ فكرة إن المستقبل لازم يكون أحسن من الحاضر أصلاً مش فكرة البشر عاشوا بيها طول تاريخهم. الإنسان عاش آلاف السنين في عالم التغيير فيه بطيء جداً، يتولد في قرية، يزرع بنفس طريقة أبوه، أجيال تعيش وتموت من غير ما شكل الحياة يتغير جذرياً. بس مع الثورة العلمية وبعدها الثورة الصناعية المشهد اتغير تماماً. الكهرباء غيرت الليل، والتلجراف خلى المعلومة توصل أسرع، والطب طور اللقاحات. التقدم ما بقاش فكرة فلسفية، بقى حاجة الملايين بيشوفوها بعينهم في حياتهم اليومية. الغسالة وفرت ساعات من العمل اليدوي، والتلاجة غيرت حفظ الأكل، والعربية وسعت حدود الحركة. وهنا ظهر وعد جديد إن بكرة أكيد هيكون أحسن. وبعد الحرب العالمية التانية الإحساس ده وصل لقمته وجه الفضاء كأقوى رمز للثقة دي. سنة 1903 حصل أول طيران ناجح للأخوين رايت، وبعدها ب66 سنة بس الإنسان كان بيقف على سطح القمر. فطفل شاف الهبوط على القمر وقتها كان طبيعي جدا يتوقع إنه لما يكبر هيبقى فيه مستعمرات على المريخ. المستقبل وقتها ما كانش مجرد زمن لسه ما جاش، كان حلم جماعي. بس الصورة بدأت تتغير من السبعينات. أزمات النفط والتضخم والحرب الباردة خلت احتمالية الحرب النووية موجودة، وهنا الناس بدأت تفهم إن التكنولوجيا ليها وجهين. الطاقة النووية ممكن تولد كهرباء وممكن تنتج سلاح يدمر بلد، والعربية اللي ادتنا الحرية جابت معاها الزحمة والتلوث. التقدم فضل موجود، بس فكرة إنه أي تقدم تقني معناه تلقائياً حياة أفضل بدأت تفقد قوتها. ومعاها بدأت تهتز جملة كانت أساسية عند أجيال كتير: أولادي هيعيشوا أحسن مني. لما الإنسان يبدأ يشك إنه الجيل اللي بعده حتى لو عنده تكنولوجيا أقوى حياته ممكن تكون أصعب، نظرته للمستقبل بتتغير. وده بقى واضح جدا في أعمال الخيال العلمي ساينس فيكشن. المستقبل اللي كان مليان استكشاف فضاء ومدن جديدة بقى في أعمال كتير ديستوبي. شركات ضخمة مكتسحة المشهد، انهيار بيئي، مراقبة، ذكاء اصطناعي خارج السيطرة، وفجوة طبقية ضخمة. بقينا شاطرين قوي في تخيل الطرق اللي العالم ممكن ينهار بيها. من امتى بقى الأسهل علينا إننا نتخيل نهاية العالم عن إننا نتخيل نسخة أفضل منه؟ وده حصل رغم إنه البشر بجد حققوا تقدم كبير. متوسط العمر ارتفع، وفيات الأطفال انخفضت بشكل كبير، أمراض كانت حكم بالموت بقينا نقدر نعالجها ونمنعها، والتعليم والمعرفة انتشروا بشكل غير مسبوق. فالموضوع مش إنه زمان كان أحسن، المشكلة إنه التكنولوجيا اتطورت بشكل هائل أسرع مما ممكن نستوعب. موبايلك هيبان معجزة لإنسان عاش سنة 1960، بس لو سألك بتشتغل كام ساعة، هل تقدر تشتري بيت بسهولة، حاسس إن وظيفتك مستقرة، متأكد إنه أولادك هيعيشوا أحسن منك، هنا الإجابات هتبقى أعقد. صحيح عندنا إنتاجية أعلى، بس مش بالضرورة وقت فراغ أكتر. عندنا وسائل اتصال أكتر، بس مش بالضرورة إحساس أكبر بالأمان أو القرب. وهنا الاقتصاد بيدخل بقوة. في فترات من القرن العشرين وفي مجتمعات معينة كان في مسار واضح: تتعلم، تشتغل، دخلك يتحسن، تشتري بيت، تكون أسرة، وتبني حياتك تدريجياً.
المسار ده عمره ما كان مضمون للجميع، بس الوعد نفسه كان قوي. النهاردة أسعار السكن وتكاليف المعيشة ارتفعت قوي، الشغل عموما بقى أقل استقرارا، والشهادة مش دايما بتضمن نفس العائد. القلق من المستقبل ما بقاش سؤال فلسفي عن سنة 2050، بقى سؤال عن الحاضر. هقدر أدفع الإيجار؟ أشتري بيت إمتى؟ الوظيفة دي هتفضل موجودة ولا لأ؟ وبكده المستقبل بيتحول من مساحة للحلم لمساحة للحساب. وده يفسر واحدة من أغرب المفارقات المتعلقة بالأتمتة والذكاء الاصطناعي. أجيال قديمة كانت بتحلم إنه الآلة تعمل الشغل الشاق بدل الإنسان، والإنسان بكده يبقى عنده وقت أكبر يعيش ويتعلم ويبدع. دلوقتي لما نسمع إنه الذكاء الاصطناعي يقدر يعمل جزء كبير من شغلنا، أول سؤال بيطلع: طب هنشتغل إيه؟ يعني نفس التكنولوجيا اللي كان المفروض تحرر الإنسان من العمل بقت مرتبطة بالخوف من فقدان الدخل. لو شخص واحد بقى يقدر ينتج شغل 10، ممكن النتيجة تكون إنه 9 يخسروا شغلهم زي ما شفنا في الحلقة اللي فاتت، وممكن كمان تكون إننا ننتج نفس الكمية بساعات عمل أقل. التكنولوجيا ما بتقررش لوحدها مين يستفيد من مكاسبها، البشر والمؤسسات والقوانين هم اللي بيقرروا ده. الإنترنت غير علاقتنا بالمستقبل كمان. زمان الشخص العادي كان بيتابع مشاكل محيطه وبلده وبعض الأخبار العالمية. النهاردة في أول 10 دقايق من يومك ممكن تشوف حرب، فيضان، شركة استغنت عن آلاف الموظفين، أزمة سياسية، كارثة طبيعية، ونموذج ذكاء اصطناعي جديد. بقينا عايشين نفسيا في العالم كله في نفس الوقت، والمنصات عارفة أن المحتوى اللي بيثير الخوف والغضب بيشد الانتباه. ممكن حياتك الشخصية تكون مستقرة نسبيا، لكن الشاشة تديك إحساس أنه العالم كله في حالة طوارئ مستمرة. وفوق كل ده احنا بنتعرض طول اليوم لتوقعات عن مستقبل لسه ما حصلش. بقينا مش بس عايشين الحاضر، احنا بنستهلك المستقبل كمان. بس في نفس الوقت بقينا بنفكر على مدى أقصر. شركة مركزة على أرباح الفترة الجاية، سياسي مركز على الانتخابات الجاية، ومنصة عايزاك تفضل عليها دقيقة زيادة. وحتى احنا بقينا مشغولين باللي لازم نخلصه النهاردة أكتر من اللي عايزين نبنيه لبكرة، مع إنه بناء المستقبل محتاج العكس تماماً. إنك تعمل حاجة النهاردة ممكن نتيجتها ما تظهرش إلا بعد سنين. علماء اشتغلوا على أسئلة ما كانوش ضامنين يشوفوا إجاباتها، وناس بدأت مشاريع عارفة إنه ممكن غيرها هو اللي يعيش نتيجتها. كانوا قادرين يبنوا حاجة يستفيد منها شخص لسه ما اتولدش. لما نبطل نبص لقدام، قدرتنا على بناء حاجة للمدى البعيد بتقل. هتقولي يمكن ده لأنه الأجيال اللي قبلنا كانت ببساطة أكتر تفاؤلا مننا. مش بالضرورة. مهم إننا ما نقعش في فخ إنه الماضي كان مطمئن ومتفائل. الناس اللي عاشت سنة 1942 ما كانتش بتشوف الحرب العالمية التانية كصور أبيض وأسود في فيلم وثائقي، هي كانت عايشة في حرب فعلية ومش عارفة نهايتها. الفرق إننا لما نبص للماضي إحنا عارفين النهاية، عارفين إنه الحرب انتهت وإنه أوبئة مدمرة زي الإنفلونزا الإسبانية عدت. اللي عاش اللحظات دي ما كانش يعرف النهاية، بالنسبة له المستقبل كان مجهول زي ما هو مجهول بالنسبة لنا دلوقتي. والتاريخ نفسه بيقول إنه المستقبل نادراً ما بيجي بالشكل اللي الناس رسمته. العربيات الطايرة ما ملتش الشوارع، ومستعمرات المريخ لسه ما حصلتش. في المقابل ظهر الإنترنت والعلاج الجيني والذكاء الاصطناعي. يعني المستقبل وصل بس بشكل مختلف. هو ما فيش مستقبل واحد مستنينا في نهاية الطريق، في احتمالات كتير، والقرارات اللي بناخدها النهاردة هي اللي بتحدد احنا هنقرب من أنهي احتمال فيهم. وعشان كده حتى الديستوبيا ليها قيمة. لما فيلم أو كتاب يورينا مستقبل وحش، ممكن يكون بيحذرنا من حاجة بدأت تحصل فعلا. القلق من التغير المناخي ممكن يدفع لتغيير سياسات، والقلق من التكنولوجيا ممكن يخلق قوانين وضوابط. المشكلة تبدأ لما التحذير يتحول لحكم نهائي، كده كده كل حاجة هتبوظ. الخوف ممكن يحركك، بس اليأس بيوقفك. احنا محتاجين نرجع نتصور مستقبل كويس من غير سذاجة، مش مدينة مثالية، بس مستقبل تكون فيه التكنولوجيا بتوفر وقتنا بدل ما تستولي عليه، وزيادة الإنتاجية يجي معاها ساعات عمل أقل، والتعليم يبقى هدفه إن الإنسان يفكر مش بس يحفظ. المستقبل مش وعد مضمون ومش كارثة مكتوبة.
إحنا فقدنا قدرتنا على تخيله بشكل إيجابي، بنبالغ في التشاؤم وبنتعامل مع المستقبل كأننا مجرد جمهور قاعد مستني يتابع الحلقة الجاية، كأنه حاجة بتفرض علينا مش حاجة إحنا بنشارك في صناعتها. يا ترى إحنا عايزين إيه يحصل؟ إزاي نخلي التكنولوجيا تخدم الإنسان بدل ما هو يخدمها؟ وإيه العالم اللي مستعدين نشتغل عشانه حتى لو مش هنعيش لحد ما نشوف شكله النهائي؟ المستقبل اللي أجيال الستينات تخيلته مجاش بالشكل اللي رسموه، ومستقبلنا غالبا مش هيجي بالشكل اللي احنا متخيلينه برضه. فيمكن بدل ما نسأل المستقبل راح فين، نسأل احنا عايزين ناخده لفين. أتمنى الحلقة تكون مفيدة وتعجبكم. أنا ريم، ودي كانت قعدتنا النهاردة في بينا كلام. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي.